تعالى ناخد بريك. يا صلاة النبي، والله الجملة ديت أنا سمعتها من كذا حد، قال يعني هما كده بيعملوا حاجة جديدة في حياتهم. تعالى ناخد بريك من بعض. ايه بقى فكرة البريك ديت؟ ابراهيم صاحبي قال لي ان فكرة البريك ديت بتعتمد على ان كل فرد في العيلة، الزوج والزوجة، كل واحد فيهم يخرج مع اصحابه في يوم. جميل قوي. واحد تاني من صحابي قال لي بس انا طورت الموضوع. طورته ازاي يا سيدي؟ قال لي البريك عبارة عن سفرية، انا بسافر مع اصحابي وهي بتسافر مع صاحبتها، كل واحد فينا بيطلع يقسيمه النيجاتيف فايبس اللي جواه، وكلام من الكبير اللي بيتقال دوت. حلو قوي. طيب انتوا لما بتسافروا كل واحد لوحده وبترجعوا بقى بعد يومين ثلاثة اسبوع ايا كان، بره مصر ولا جوه مصر، ايه اللي اتغير بقى؟ انا عايز اعرف ايه اللي اتغير. ما انتوا كل واحد فيكم راح في حته، ايه الجديد؟ هي كده اتحلت المشاكل؟ كده انتوا قربتوا من بعض اكتر؟ يا جماعه ده مش بريك، ده استهبال. البريك ده يتقال في فسحه وانت في المدرسه وانت في الشغل، تقوم تشرب لك كوفي، تشرب لك سيجاره. لكن مفيش حد بياخد بريك من حياته الزوجيه، مفيش حد بياخد بريك من التفاهم مع الطرف الثاني. يا ريت بدل ما تاخد بريك تقعد مع الطرف الثاني وتتكلم معاه وتشوف ايه اللي خلاك او خلاها تروحوا لفكره البريك مره واثنين وثلاثه واربعه، لان هو ده دورك ودورك. فكره البريك ديت تتاخد انت وهي مع بعض، هو ده اللي يجيب نتيجه كويسه وبوزيتيف انرجي وبوزيتيف فايبس وجود فايبس. الكلام اللطيف اللي احنا رايحين جايين حافظينه ومش فاهمينه. يا حبيبي يا حبيبتي، البريك خدوه مع بعض، عشان البريك لوحدك والوحدة بيودي للجنازة التانية.